نعود إليكم. معنا رجل المباراة بامتياز، واحد من نجوم الفريق الوطني عز الدين أناحي الذي استحق أن يكون نجما لمباراة اليوم. عز الدين أناحي في ظروف مناخية مماثلة أكيد في دي كونديسيون باغي ماشي سهل على أنك تفوز 3-0 أمام منتخب تنزانيا. هنيئا لكم. ربي يخليك. لا احنا عارفين باللي كاين الرطوبة، كاين لا شالور. دونك حنا شفنا ماتشات قبل ديال لا كومبيتيسيون اللي استفدنا منهم بزاف ديال الحوايج. خصك تجيري الماتش، خصك تعرف امتى تبريسي امتى ما تبريسيش. اليوم الحمد لله شفنا ان غون ايكيب، شفنا فرقه اللي منسجمه اللي منظمه، والحمد لله كيف قلتي البليز امبورطون سي لي 3 بوين. هدف امام بوركينا فاسو تعود اليوم لتقديم اداء مميز امام منتخب تنزانيا. كنقولوا على انه عز الدين أناحي يكبر في المواعيد الكبرى. ماشي هكاك. البليز امبورطون عندنا حنا في ليكيب ناسيونال هو الجروب، كيف تيقولها وليد ديما تيقولها. حنا عارفين بلي الشعب المغربي كامل ورانا. كاين اللي جاو في بيكالا حتى الكوت ديفوار، كاين اللي هنايا دابا جايه السيمانه ولا 10 ايام. دونك حنا عارفين بلي الشعب كامل ورانا باش يشجعنا. ان شاء الله حنا اللي خصنا دابا نردوا عليهم في التيران. و فوالا البليس امبورطون ماتنون سي 3 بوين. ان شاء الله دابا غادي ريكيبيرو مزيان باش نحضروا الماتش الثاني اللي غادي يكون مع الجوج، اللي غتكون في واحد لي كونديسيون عاوتاني صعب من اليوم. دونك فوالا الحمد لله لي 3 بوين، وان شاء الله غادي نبريباري ان شاء الله. نعود اليكم. معنا الناخب الوطني وليد الركراكي بعد الفوز على منتخب تنزانيا ب3 أهداف مقابل شيء. انتصار مستحق للعناصر الوطنيه. وليد، هنيئا الانتصار مستحق. كانت تدبير جيد المباراه، مباراه صعبه في ظل هذه الظروف المناخيه اللي اكتشفها سان بيدرو. ماشي سهل، الرطوبه ما كتعاونش. الماتش الاول كان شويه الخوف، سي نورمال مع لي ريزولتا اللي تراو من الاول لا كومبيتيسيون. حق دراري باغيين، درارينا عارفين شنو باغيين. دخلنا مزيان في الماتش، كان شويه الخوف في دوزيام ميطون ما دخلناش. ديما كترا لاي فرقه كنتعلموا باش نجيروا لي طون فور لي طون فيبل. واحد كومبيتيسيون اللي ما غاديش تكون سهله بالحق. الحمد لله عندنا الثقه، عندنا دراري في لو بون اللي يقدروا يعاونوا. خصنا انا نعرف ندير لي بون شونجمون. شفتوا اليوم دخل شيبي عطات الله ما كانش يقدر يدخل. ابدي دخل، بوفال كان شويه مريضه الصباح. اون فو دي جوار 100%. والصراحه سي ان غران جوار. سوسو جا لعندي قال لي ما لقاش نبدا، ما عنديش 6 دقائق. دونك احنا غاديين. عندنا عادلي مسكين شفتو مع المود ديال الوالده ديالو الله يرحمه ما كانش موجود. وعندنا الدراري اللي مهميه ندخلوا في هذه لا كومبيتيسيون نفرحوا الشعب ديالنا، وحنا غاديين بالثقه ديالنا ان شاء الله. هذيك لا جيستيون دي فور اليوم كانت ممتازه وليد. كنعرفوا هذيك لا جيستيون دي فور على مدار دقائق المباراه مهمه بالنسبه للمنتخب الوطني. هذه اللي عجبتني. الدراري بداو كيفهموا من الاول. كنهضروا على هذا الشيء كيفاش نجيروا لي طون فور لي طون فيبل. هذا كليما ولا بغيتي تمشي تبريسي ديما غيصيدوك وما غاديش تكون سهله. خصنا نعرفوا امتى خصنا نمشيو، امتى خصنا نشبروا الكره، امتى ما نبريسيوش. بداو كيتعلموا اليوم داروها. واخا مره بغينا نبريسيو ما قدرناش وخلينا دي اسباس. بالحق اون اسبير غراندير افيك لا كومبيتيسيون ان شاء الله. شكرا. كان الفريق الوطني امام منتخب تنزانيا في افتتاح مشاركته في نهائيات كاس افريقيا. القائد رومان سيس اليوم قاد المجموعه لتحقيق الانتصار. رومان, tout d'abord félicitations. C'était pas évident dans des conditions pareilles de ramener les 3 points aujourd'hui devant la Tanzanie. Ouais, on savait que ça allait être compliqué. On l'a vu depuis le début de la compétition. Les matchs étaient très hachés rapidement parce que les conditions climatiques c'est compliqué. Donc on savait qu'il fallait qu'on soit intelligent, qu'on soit patient, qu'on gère bien les temps forts et les temps faibles. Et c'est ce qu'on a plutôt bien fait. Alhamdoulilah, on est content. On prend les 3 points, on met 3 buts. On garde le clean sheet, très important, de rester solide. Et voilà, on va monter en puissance et c'était important de gagner ce premier match. Bien évidemment, l'objectif c'est d'amener cette équipe nationale pour amener cette Coupe d'Afrique des Nations, la deuxième Coupe d'Afrique après celle de 1976. Ah, bien sûr, on a des objectifs qui sont très élevés. Voilà, comme je l'ai dit, on sait la responsabilité qu'on a. Donc voilà, maintenant c'est important de se concentrer sur la phase de poule, de se qualifier le plus vite possible et d'aller chercher la première place. C'est le premier objectif et après on se penchera sur la suite une fois que ce sera atteint. Inch'Allah. شكرا لكم. رومان سيس كان معنا القائد رومان سيس عميد الفريق الوطني من هنا من ملعب لورامبوك. الحمد لله. ثلاثية نظيفة مشاهدينا هي النتيجة التي انتهت بها مباراة المنتخب المغربي وتنزانيا. منتخب أسود الأطلس حافظ على كبرياء المنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة بتحقيقه الانتصار في مستهل المشوار. ألف مبروك. الله يبارك فيك. يمكن أن نطلق على يوسف شيكو من الآن ملك تنبؤات. أي تنبؤات؟ لا هو قال لي ثلاثية. هو قال
الصراحه نعطيه حق قال 3 وقال حتى في الجروب عندنا في الجروب المحللين قال لهم 3-0. كيف تابعت اداء المنتخب في هذه المباراه؟ اول شيء نبارك للمنتخب الفوز، نبارك للجمهور المغربي الفوز، فوز مهم وفوز مستحق وفوز منتظر وبدايه مشجعه ومطمئنه. اول شيء دائما المباراه الاولى تكون مباريات فخ، مباريات صحيح. دائما الفوز فيها وتقديم مستوى جيد ويعطي المجموعه دائما ثقه لباقي اللاعب باقي المباريات بشكل افضل وبشكل يعني لا تكون هناك ضغوطات. هنا الهدف الاول شاهدناه بعد تسديدات اللاعب زياش، المتابعه جيده للاعب بسيس. الشوط الثاني شاهدنا سيطره مطلقه للفريق المغرب خصوصا الجهه اليمنى اللي كانت والجهه اليسرى كذلك، الاطراف دائما. والهدف الرائع دائما الأناحي اللي تعودنا نسجل هدف رائع، هدف ذكرني بهدف دي بروين ضد مانشستر ضد نيوكاسل اخر مباراته، بالذكاء وبطريقه اللعب دائما الواحد الاثنين والدخول الى عمق الملعب. ثم الهدف الاخر هنا انطلاقه من الجهه اليمنى وتمريره جيده والتواجد اللاعب نصيري يسجل هدف مهم بالنسبه له، الهدف الثالث للمنتخب المغربي. اظن شاهدنا شوط مختلف، شوط كانت هناك المساحات اللي تكلمنا عليها، تمت اداره المباراه بشكل ذكي كما صحيح. قلنا الشوط الاول لم تكن هناك اندفاع، لم صحيح سجلنا هدف ثم استحوذنا على الكره نصدر المساحات، لكن الشوط الثاني كان متوقع أن منتخب تنزانيا سيتقدم وتكون هناك المساحات. ثم التغييرات تكلمنا عن 5 لاعبين، خنوسي وعدلي وحارث والكعبي بالإضافة للاعب بوفال. دائما تحس أنا فريق آخر، نفس اللاعبين نفس القوة نفس المستوى نفس الأداء، وهذه هي قوة المجموعة. عندما يكون عندك البدلاء يعطوك الإضافة هذا شيء مهم. والذكي أن المدرب وليد عمل هذه كل التغييرات، يعني استغل ال5 تغييرات المتاحه. اولا اراحه اللاعبين ثم اعطاء فرصه لهؤلاء اللاعبين الدخول في الاجواء تحس انه عنده فريقين، وهذا شيء ميزه الانديه والمنتخبات دائما التي تلعب على. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا ومشاهدينا الكرام. في فيديو جديد، نجح منتخب المغرب في تقديم نفسه مرشحا قويا في كأس إفريقيا 2023 بعدما حقق انتصارا عريضا على تنزانيا ب3 مقابل لا شيء مساء يوم الأربعاء في الجولة الافتتاحية. وشكل الأسود استثناء بين بقية المنتخبات العربية، مصر والجزائر الذي تعادل وتونس وموريتانيا التي خسر، التي فشلت في الفوز خلال ظهورها الأول بالنسخة الحالية. وبدأ المنتخب المغربي المباراة ضاغطا إذ فرض على منافسه التكتل الدفاعي، إذ لاحت أولى فرصة للاعب يوسف النصيري في الدقيقة 5 إلا أنه تأخر في اللحاق بالكرة، ولم يظهر أي أثر لمنتخب تنزانيا مع اعتماد أسود على التنويع في اللقاء بالتمرير في العمق بواسطة حكيم زياش والأطراف في أحيان أخرى. وكان عبد الصمد الزلزولي مفاجأة التشكيل هو محور الهجمات من الجهة اليسرى، حيث كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23 بعد توغله داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سدد عاليا. وانتظر المغرب الحل عبر الكرات الثابتة بعد ركلة حرة سددها زياش ردها الحارس مانولا لتجد رومان سيس الذي أكملها إلى المرمى الفارغ في الدقيقة 30. وحرر الهدف لاعبي الأسود الذين تحكموا في المباراة بالكامل. وعاد الزلزولي ليظهر داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 إلا أن اختار التسديد برعونة بدلا من التمرير لأناحي الذي كان هاربا من الرقابة. وفي مستهل للشوط الثاني أهدر النصير انفرادا بالحارس تنزانيا في الدقيقة 50 بعد عرضية رائعة من زياش. بعد تلك الكرة توترت أعصاب اللاعبين ليضطر حكم المباراة تشادي إنذار سيس ومحمد شيبي، فيما طرد المدافع النبروشي بعد تدخل عنيف في حق أناحي. وتأثر منتخب تنزانيا كثيرا بالطرد ليفرض الأسود المغرب سيطرتهم المطلقة داخل المستطيل الأخضر، وسجلوا هدفين متتاليين في 3 دقائق فقط. جاء الهدف الثاني عن طريق عز الدين أناحي في الدقيقة 77 بعد عدة تمريرات رائعة انتهت بتمهيد الكرة بأناقة من جانب أمين العدلي ليسدد أناحي الكرة.